هل القصص التي تنقلها تترك أثر فيك؟ نعم، لأن يا جماعة أنا ما أختار القصة عبثا، يعني ما أختارها كذا بشكل عشوائي. أحاول أختار القصة اللي تأثر فيني أول وتترك فيني أثر، وبعد ما تترك فيني هذا الأثر، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. إذا أنا ما أثرت فيني وما أعطتني الإحساس اللي أقدر أنقله لكم، هذا يعني أحس أنه جزء من النص مفقود بيكون. لما أنقلها لك راح تشوف هذا الشيء في ملامحي، في مشاعري، فما راح تقبل القصة. يعني أتذكر يوم من الأيام، وهذه قصة واقعية، أنا نزلت مقطع عن موضوع الصلاة، بداياتي في الإسلام، وحاولت اني انا اختار قصة وسالفة وكويسة، والى الان موجودة في اليوتيوب هذه القصة، بس مو في قناتي، في قناة واحد من الشباب. فش اللي صار يا جماعة؟ يوم من الايام امشي بالسيارة، عندي واحد من الشباب اللي معي في السيارة مهتم بالصلاة، فقال لي خلينا ننزل نصلي. فقمت قلت له شنو؟ خلاص بنوصل، باقي شوي خلاص نصلي ما ادري ايش. فقال لي وين اللي ننزل موضوع وقت الصلاة والافضلية وما ادري ايش، طبق الموضوع هذا على نفسك. وهو طبعا الكلام جد على مزح، لكن واقعيا كلامه صحيح.